انت عارفة ان في قلب الهرم الأكبر في غرفة محدش دخلها من آلاف السنين؟ غرفة سرية العلماء لحد النهاردة مش قادرين يقولوا فيها ايه. يا ترى جواها كنز، لعنة، ولا سر يغير تاريخ البشرية كلها؟ أنا هقولك الغرفة دي مش أسطورة عادية، دي حاجة حقيقية اكتشفها العلماء مش من زمان، واللي جواها لحد دلوقتي لغز محدش قادر يفكه. استني، يعني الغرفة دي مش خيال، دي حقيقة؟ بالظبط كده. في 2017 مجموعة علماء استخدموا تقنية غريبة اسمها الميونز. دي أشعة بتجيلنا من الفضاء وبتخترق الحجر، وبنقدر نعرف بيها لو في فراغات أو غرف جوه المباني القديمة. ولما استخدموها مع الهرم الأكبر كانت المفاجأة، لقوا فراغ ضخم فوق الممر الرئيسي للملك خوفو. يعني فعلا في أوضة جوه الهرم محدش يعرف عنها حاجة؟ بالظبط. مش بس كده، مكانها مش عشوائي، دي معمولة بشكل مقصود كأنها متخبية بعناية. وده اللي خلى العالم كله يسأل هي معمولة ليه وإيه اللي جواها. طب الناس قالت ايه؟ أكيد طلع كلام وأساطير كتير. طبعا، من أول ما الخبر نزل والخيال شغال، في اللي قال الغرفة دي فيها كتاب تحوت، أخطر كتاب سحر في التاريخ. الكتاب اللي بيقولوا إنه بيحتوي على أسرار الكون كله، ولو حد قراه يقدر يسيطر على العالم. كتاب سحر؟ ده كده تبقى حاجة خطيرة جدا. وفي ناس تانية قالت لأ، الغرفة مش مجرد مكتبة، دي مخزن لسلاح سماوي، حجر أو جهاز جاي من الفضاء. الفراعنة خبوه جوه الهرم بعيد عن عيون البشر لحد ما يجي وقت استخدامه. ده يخوف قوي. طب واللعنة؟ هنا الأخطر، أسطورة لعنة الفراعنة اللي بيقولوا أي حد يقرب من أسرارهم نهايته محتومة، زي بعثة هوارد كارتر اللي فتحت مقبرة توت عنخ آمون وناس ماتت فجأة، وأمراض غريبة وحاجات ملهاش تفسير. تخيل بقى لو حد حاول يدخل الغرفة دي، أنا عن نفسي مش هدخلها أبدا. طب والعلماء ما فسروش الموضوع بطريقة أبسط؟ في علماء قالوا الغرفة مجرد فراغ معماري اتعمل عشان يوزع وزن الهرم فوق الممرات، يعني مجرد خدعة هندسية. لكن مش كل الناس اقتنعت. في نظرية تانية بتقول الغرفة دي معمولة كغرفة طاقة، جواها بلورات أو مواد بتولد مجال كهربائي. يمكن الفراعنة كانوا بيستفيدوا منه بطريقة إحنا لسه مش فاهمينها. يعني كانوا عندهم تكنولوجيا مش واصلينها؟ بالظبط. وفي ناس بتقول إنها ممر للنجوم. الممرات جوه الهرم متصلة بمجموعة أوريون السماوية، والفراعنة كانوا شايفين النجوم دي بوابة لعالم الآخرة. فالغرفة ممكن تكون معمولة كوصلة بين الأرض والسماء. بس بصراحة نفسي أعرف لو الغرفة دي اتفتحت إيه اللي ممكن يطلع؟ ممكن نلاقي مخطوطات تكشف أسرار الحضارة المصرية، أو جهاز غامض يثبت إن الفراعنة كانوا على تواصل مع كائنات من بره الأرض، أو ببساطة نوقع نفسنا تحت لعنة ملهاش أي حل. لا، أنا مش مع اللي يفتحوها خالص. بس الفضول البشري ما بيرحمش، وصدقيني في يوم من الأيام الغرفة دي هتتفتح، والسؤال الحقيقي هل العالم جاهز يشوف اللي جواها؟ يعني الهرم مش بس مقبرة ملك زي ما بيقولوا؟ لا، ده صندوق أسرار. النهاردة الغرفة دي، بكرة يمكن يلاقوا ممر جديد أو أوضة تانية زي ما حصل في مقبرة توت عنخ آمون. ومحدش كان متخيل إنها هتبقى مليانة بكل ده، وأكيد الهرم لسه مخبي أكتر. أنت متخيل لو لقينا كل ده؟ طب قولي، تحب الغرفة تتفتح ولا تفضل مقفولة؟ سيبني رأيك في الكومنت تحت، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تكمل الرحلة معانا، لأن اللي جاي أخطر من اللي فات. يعني في الآخر الغرفة دي ممكن تكون مجرد فراغ، وممكن تكون أخطر سر في تاريخ البشرية. اللي نعرفه إن الفراعنة ما كانوش مجرد ملوك، كانوا سحرة ومهندسين وحكماء، وسابوا أسرار مش كلها اتكشفت. والغرفة السرية دي رمز للغموض، رمز إن في حاجات لازم تفضل مقفولة عشان تفضل البشرية في أمان. الغرفة السرية في الهرم الأكبر لسه محتفظة بسرها، ويمكن تفضل كده للأبد. إذا أعجبك هذا الفيديو وتريد مشاهدة المزيد، فلا تنسى الاشتراك ودعمنا باللايك، وضع لنا قلبا في التعليقات.